علشان تحط الدولة امام مسؤوليتها، تقول انا محافظ الفلاني من المحافظة الفلانية بقول انا ما عنديش معدات كافية وانا محتاج مساعدات. اما بقى عن الطقس وهيحصل ايه والتدهور هيكون عامل ازاي، معي على الهاتف الاستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الارصاد. مساء الخير استاذ وحيد. اهلا، مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادتك. البرد هيزيد يا استاذ وحيد عشان انا قاعد بردان قوي في الاستوديو، حتى كمان البرد هيزيد. حضرتك لسه في انخفاض اخر في درجات الحراره يمكن على مدار ال 48 ساعه القادمه، يعني خاصه بكره، لان بكره هو ذروه حاله عدم الاستقرار المتوقعه. ملخصه انخفاض اخر في درجات الحراره حوالي درجتين مقارنه باليوم، ومزيد من هطول الامطار في المقام الاول على المدن الساحليه لليوم الثالث على التوالي، لكن بكره كميات غزيره الى حد ما خاصه على محافظه مطروح، الاسكندريه، محافظات شمال وجنوب سيناء، وايضا محافظات الوجه البحري، لكن على القاهره وشمال الصعيد بشكل متوسط. هناك نشاط للرياح بيزيد من احساسنا ببروده الجو وبيؤدي الى استمرار اضطراب الملاحه البحريه سواء فوق سطح البحر الاحمر او البحر المتوسط. هذه الحاله تنتهي يوم الاثنين القادم باذن الله. طب استاذ وحيد، تعامل المواطن في الفتره القادمه. نعم يا فندم. تعامل المواطن في الفتره القادمه، هل طبعا دي موجه، هل هتتكرر كثيرا في خلال 3-4 اشهر الجايين دول؟